عندنا كلمة اسمها cowardly. cowardly دي adjective يعني ايه؟ يعني صفة. جميل. احنا عارفين ان الصفات بتسبق بفيرب to be. بقول لك he is cowardly، هو بيكون، دي طبعا صفة، هو بيكون جبان. طبعا هنا عاملة زي he is sad، he is happy. adjective. الادجكتيف مش محتاج او ان الا لو بعدها اسم. يعني بقول لك كده he is a وبعدين اقول لك cowardly وبعدين اقول لك boy. الآ والآن بتيجي للسنجلر ناون، الاسم المفرد. فهي is a coward boy، الآ دي جاية عشان كلمة boy. ينفع أقول he is a cowardly؟ غلط. ليه؟ لأن cowardly صفة، والصفات ما بحطش قبلها آ أو آن إلا لو بعدها اسم مفرد. حلو. طيب إيه رأيك إن أنا ممكن أقول لك he is a coward؟ إيه الفرق ما بين cowardly و coward؟ cowardly إحنا قلنا إن هي الصفة adjective بمعنى جبان، لكن coward that's a noun بمعنى شخص جبان. فما ينفعش اقول he's a coward boy، يعني مثلا الجمله دي هتبقى غلط. he is a coward boy، دي غلط. ليه بقى؟ لان coward is not an adjective، دي noun اصلا. ما ينفعش احط two nouns in a row or after each other ورا بعض على طول. ليه؟ لان ده اسم وده اسم، فانا محتاجه هنا قبل الاسم احط اهي، والاسم احط هنا الصفه، يبقى he's a cowardly boy. يبقى اتمنى ان انت تكون فهمت الفرق ما بين كلمه cowardly وكلمه coward. ملحوظه مهمه جدا ممكن يسال عليها لان هي موجوده في الجرامر في يونت 2 وفي يونت 7 كمان.